ازيكم حبايب قلبي، يلا بقى نقوم ونتشجع ونعمل الكنافة دي في البيت وما نشتريهاش من بره، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اول حاجة الشربات بتاعنا، كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، واحطهم على النار لحد لما يغلوا. اول ما يغلوا هعصر عليهم نص ليمونة، ويقعدوا بتاع 7 دقايق كده ل10 دقايق على نار هادية لحد ما يبقى الشربات بتاع الكنافة. هنا أنا جبت حوالي ربع كيلو كنافة أو أقل من نص كيلو كنافة، وهبتدي إن أنا لازم نحطها في الفريزر عشان تتجمد معانا، عشان أنا عايزاه أفتفتها خالص، لا إما هضربها في الكبة بتاعتي، أنا عايزاها تبقى ناعمة. هعمل الحركة دي بقى، ولو في أي تكتلات أو حاجة ناشفة أحاول إن أنا أطلعها، ولازم أخليها ناعمة جدا. لما مش متأكدة إنها ناعمة، لو عندِك كبة اضربيها ضربتين كده بحيث إنها تبقى ناعمة معانا. أنا عايزة إنها تبقى ناعمة ما تبقاش فيها أي تكتلات، ولا كمان تبقى مشعرة، يعني إحنا ما نشتريهاش صابحة ونشتغل بيها، لإن هتبقى عاملة زي الشعر كده ومش هتتفتفت معانا بسرعة. فلازم نحطها ليلة كده في التلاجة أو الفريزر لحد ما تتجمد معانا. أنا هنا جبت طاسة مقاس 28، ممكن تجيبي انتي صينية، تجيبي أي حاجة عندك وتعملي فيها، بس أنا قلت طاسة بحيث إن هي تبقى سهلة إن أنا أتعامل معاها في البوتاجاز، وأقدر أستخدمها يعني وما أجي أقلبها. باجيب بقى الكنافة من غير ما أحط سمنة ولا أي حاجة، أنا دهنت الطاسة بتاعتي بالسمنة، كمية سمنة كده حلوة، وابتدي ان انا افرد الكنافة على الجناب، بحيث ان انا اعلي السور بتاع الطاسة بتاعتي، وابتدي ان انا احطها واضغط عليها بايدي كده في الارضية عشان تمسك في نفسها جامد. انا لسه لحد دلوقتي ولا حطيت سمنة ولا حطيت اي حاجة، فانا بس بعلي السور بتاع الطاسة، وبرضك لو هي الصينية هنعلي السور بتاع الصينية عشان لما نيجي نحط الجبنة ما تسيحش مني او تتلسع تتحرق مني. انا هنا سويت كده اهو الكنافه بتاعتي، واضغط بقى يعني زي ما انا اقدر اضغط، بحيث ان انا عايزاها تمسك في بعضها وتبقى طبقه رقيقه جدا، ما تبقاش طبقه عاليه او كبيره. هنا في الوقت دوت بجيب بقى نص كوبايه من السمنه البلدي، او كوبايه الا ربع من السمنه البلدي، حسب ما كل واحد بيحب درجه الدسم بتاعها قد ايه. وببتدي ان انا احط السمنه عليها على الجناب لحد لما احط كل كمية السمنة فيها، وابتدي ان انا احطها على النار. بس المقطع دوت للاسف يعني ما تسجلش، بس انا بقول لكم يعني نحط بقى بعد ما نضغط كده جامد، بحط السمنة عليها كده زي ما انتم شايفين، واحطها على نار هادية جدا جدا، واكون مجهزة معانا العامل الاساسي هو جبنة موتزاريلا. لو ما عندناش، هم بيستخدموا فيها الجبنة الحلوم، والجبنة الحلوم ديت بتبقى عندهم حادقة جدا، فبيبتدوا ينقعوها في مية لمدة يوم كده في مية، ويغيروا عليها المية عشان تبقى حادقة. أو الجبنة الشلل برضك، بس بتبقى برضك فيها درجة ملوحة كده. طبعا احنا ما عندناش ولا الشلل ولا الحلوم، او بتبقى في الماركت الكبيرة، فاحنا عايزين ناكل الكنافة دي وبنشتريها غالية جدا، ونقف عليها يعني طوابير عشان نجيبها. فانا هنعملها في البيت. فانا هنا جبت جبنه موتزاريلا تكون جودتها كويسه ونوعها حلو يعني معانا، وابتدي ان انا احط بتاع ربع كيلو كده من الجبنه، ان تملى الصينيه بتاعتي. بجيب رشه من السكر كده وارشها عليها، عشان الجبنه برضك بتاعتنا بتبقى فيها درجه مالحه شويه، فاحنا عايزينها تبقى يعني ايه مسكرة شوية. وبغطي عليها بأي غطا، والنار تبقى هادية جدا جدا، وابتدي ألف بقى الصينية حواليها كده. ولو يعني احنا مستعجلين شوية، بس نبقى عينينا عليها، نعلي النار بس نلفلف كده الطاسة يمين وشمال عشان خاطر تاخد كل السوا من كل جنب. هنا الشربات بتاعنا قعد حوالي 10 دقايق على نار هادية، لحد ما بقى قوامه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس متوسط. حطيت باكوين من الفانيليا، وهجيب سنة من اللون الأصفر عشان عايزين نديها اللون اللي هو بتاعهم دوت، اللي هو يعني اللون بتاع غروب الشمس أو الشمس الساطعة كده، لون أصفر كده حلو يعني. حطيته فيه، ولازم الشربات يبقى سخن والكنافة تبقى سخنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اتأكدت ان الجبنة ابتدت انها ساحت، والكنافة عملت من الجناب لون ذهبي، فخلاص كده اتأكدت انها استوت. بجيب بقى الشربات وهو سخن كده، واغرقها كلها شربات لحد لما تشربها. يعني احنا بنحط فيها شربات بنلاقيها بتشرب الشربات، وزيادة على الجناب عشان خاطر تسقي
الجبنة والكنافة من الطبقة التانية. عندِك مكسرات حطي، عندِك فستق حطي، عندِك الفستق الكدّاب ما يقولش لأ خالص، ولازم هي بتبقى سخنة والشربات سخن وتتقدّم وهي سخنة وبتتاكل وهي سخنة. طبعًا درجة مَطّة الجبنة من جودتها، يعني لو جودة الجبنة حلوة هتلاقيها بتمُط معانا. طبعًا عشان أنا باصوّر وباخد وقت على بال مثلًا ما باجهّز الحاجة أو باعمل، فبتاخد وقت تبرد شوية، بس هي على فكرة سخنة وكمان عاملة مَطّة معانا يعني. الجبنة بتمُط معانا وطعمها مش قادرة أقول لكم طعمها تحفة جدًا، هي تستاهل التجربة، لإن بصراحة حلوة أوي، 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 ولونها جميل، بس هي عندي الكاميرا ظالمة شكل الصينية وشكلها في النهائي جميل جدًا. جرّبيها مش هتندمي أبدًا تعمليها، وجوزِك وولادِك هيحبوها جدًا وهيطلبوها منِّك كل يوم. لو عجبِك الفيديو ما تبخليش عليّا تعملي لي لايك وكومنت حلو زيكم يا أمارات، وتشتركوا في قناة مطبخ ملك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة أنا باعملها. واكتبوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. أنا من مصر أم الدنيا. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم، وأنا هابقى سعيدة برأيكم.